مكان فيه كل الخدمات، اللي هيجي فيه مش هيتعب في اي حاجه، كل حاجه موجوده حواليك ما شاء الله. عايز اقول لكم يا جماعه انا مبهور بالشقق دي، مبروك لكل اللي قدموا وهيجي لهم في الاعلان، والمكان ده اعلان جميل جدا ما شاء الله. ابشر لو انت جاي لك في المكان ده، ابشر. خليك تتفرج معايا الفيديو للاخر عشان تعرف اسم السكن واسم المشروع والمرحله كام. كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات اللي انا اقول لكم الشقق دي شقق ايه. بسم الله ما شاء الله. ودي المرحلة دي، المدخل بتاعها جميل. أمامي وخلفي 120 متر، والدور الأرضي بيختلف 110 وخلفي 120 عشان المدخل واخد من مساحة الدور الأرضي. خليكم معايا خليكم معايا هنشوف المرحلة ايه مع بعض. بص الشوارع بتاعتها جوه كلها انترلوك ما شاء الله. بص المنور بتاعها جميل، بس برضو المشكلة بتاعت كل المناور اللي احنا عارفينها. وهنا دي المرحلة ايه. طبعا في فرق اهو ما بين المرحلة A والمرحلة B، وده الشارع اللي بيفصل ما بينهم اهو، لسه تحت الإنشاء. واجهة العماير جميلة، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خليك معايا تابع الفيديو برضو للآخر، وفي آخر الفيديو أنا هقول لك ده مشروع إيه، والسكن اسمه إيه، والإعلان كام. إحنا شفنا المرحلة B مع بعض، ودي المرحلة إيه. أصور لكم المرحلة إيه دلوقتي أهو. إحنا شفناها في البث المباشر اللي فات. المرحلة إيه أمامي وخلفي. الأمامي 110 وخلفي 120، والارضي 110 و100 امامي، خلفي 110 و100 امامي عشان المدخل برضو واخد المساحه دي. بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل الشقق. عايز اقول لكم يا جماعه انا مبهور بالاعلان ده، بالشقق دي. مبروك لكل اللي قدموا وهيجي لهم في الاعلان، والمكان ده اعلان ومكان جميل جدا، مكان حيوي جدا. بس ابشر ابشر لو انت جاي لك في المكان ده، ابشر. امامي وخلفي مرحله ايه. الامامي علوي 110، الخلفي 120، الدور الارضي 100 والخلفي 110. الدور الارضي متاخد منه المدخل رخام زي ما احنا شايفين، وحديد وحاجه فخمه. اعلان جميل جدا، اعلان جميل جدا ما شاء الله. هقول لكم برضو في الاخر ده اعلان ايه. خليك معايا لاخر الفيديو وانا هشرح لك وانا هعرفك. احنا يا جماعه المشروع ده مقابل للحي ال11، مقابل العمرانيه الاولى، مقابل للحي ال12 على طريق جمال عبد الناصر، محور جمال عبد الناصر، مقابل الاوسطي. المكان ده موجود في مكان حيوي جدا، مكان فيه كل الخدمات، مكان اللي هيجي فيه مش هيتعب في اي حاجه، كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده حواليك ما شاء الله. والله صدقني السكن ده انا مبهور بيه جدا، وهتعرف ليه. اللي هيجي نصيبه في السكن ده وهيجي يسكن باذن الله فيه ويفتكر كلامي هيعرف ان احمد سليم كان عنده حق. مرحله ايه، لسه بنصور مرحله ايه. احنا في سكن لكل المصريين، الاسكان الاجتماعي، المرحله ال 14. دي المرحله ال 14 سكن لكل المصريين. مبروك لكل اللي قدم في سكن لكل المصريين، وهيجيله الاعلان بتاعه في المكان ده. الموقع ده رائع، الموقع ده حيوي جدا. الموقع ده يعني من المواقع اللي فيها كل الخدمات. انا عايش في اكتوبر بقالي اكتر من 30 سنة،
وحضرت المكان ده لما كان صحراء، ما كانوش بيفكروا يبنوا فيه حاجة. فلما يطلع المكان ده بالشكل ده في الحي ال 12 لا قصاد الحي ال 11، يبقى انت في مكان حيوي جدا. انا بفرجك اهو، بوريك انت في مكان حيوي جدا. اي حاجة هتحتاجها هتلاقيها، مش زي الاعلانات التانية اللي موجودة في الصحراء. لا، الاعلان ده في وسط العمار، في وسط العمار، في وسط العمار. انت حرفيا في وسط البلد بتاعتنا، الحي ال 12، الحي ال 11، الحي العاشر. طريق العام جمال عبد الناصر في وشك اهو. وهنا ارجع اوريك تاني الاوسطي اهو، ده هنا الاوسطي. تمام. وهنا الحي ال 11. يعني انت متحاوط بالعمران في كل حته. بص، شقتك بقى مش جايه في صحراء، لا، انت شقتك جايه في مكان حيوي جدا. المكان ده اسمه سكن لكل المصريين، الاعلان ال 14. الشقه مساحات 100 و110 و120 متر. الارض بيختلف علشان المدخل الامامي. هنا في المرحله دي الارض 100 متر الامامي، والخلفي 110. الامامي فوق برضو 110، والخلفي 120. مرحله بي ازيد منها اللي احنا شفناها في اول الفيديو، شايفين؟ ولسه لما تتزرع زي دي كده، لسه المساحات الخضراء مش موجوده. وباذن الله الخبر اللي عندي انها كمان 6 شهور هيبدا التسليم فيها. ابشر ابشر. لكل اللي كان بيسالني في الاعلان ال 14، انا نزلت على الطبيعه وصورت لك الشقق بتاعتكم والعماير بتاعتكم هتبقى عامله ازاي. المره الجايه ان شاء الله صور لك الشقه من جوه عامله ازاي. اللي عايز يشوف تصوير الشقه من جوه يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله لو اقدر اصور له الشقه من جوه هصورها له. شايفين المدخل ما شاء الله؟ المدخل بعد ما اتظبط دي جاهزه كده ما شاء الله، حاجه فخمه جدا. مبروك لكل اللي هيسكن فيها. مبروك يا جماعه، مبروك. مبروك لكل اللي قدم في الاعلان ال 14. ربنا هيعوض صبرك خير، ربنا هيعوض صبرك خير ان شاء الله. والشقق رائعه، رائعه زي ما انت شايف، رائعه زي ما انت شايف، جميله. متنسوش تعملوا اشتراك في الصفحه، تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، ومستنيكم في الكومنتات. شوفوا الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها لي، لو انا اعرف ردها باذن الله ارد عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.